أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج استشارة في الإدارة. لو جينا تأملنا قصة سيدنا موسى هنلاقي إن اليهود من قديم الزمان لحد دلوقتي بينطبق عليهم تعريف أينشتاين للغباء، اللي هو فعل نفس الشيء مرتين بنفس الأسلوب وبنفس الخطوات وانتظار نتائج مختلفة. فبعد ما ربنا نجى سيدنا موسى عليه السلام وبني إسرائيل من فرعون وجنوده، بدأ غباء وضلال بني إسرائيل، وده حصل لما مروا على ناس كانوا بيعبدوا الأصنام، فطلبوا من سيدنا موسى إنه يصنع لهم إله زيهم يعبدوه، فرفض وقال لهم دول قوم مشركين وإن عبادة الأصنام مش هتنفعهم بحاجة. بعد كده راح سيدنا موسى للقاء ربه في جبل الطور وقال لهم إنه هيغيب فترة وهيرجع، واستخلف أخوه هارون عليه السلام على بني إسرائيل. لكن سيدنا موسى اتأخر في ميعاد العودة، فاستغل السامري جهل وغباء بني إسرائيل وصنع لهم عجل مصنوع من الذهب اللي سرقوه من أهل مصر، وخدهم على قد عقلهم وقال لهم إن ده ربهم، فصدقوه وعبدوا العجل. حاول سيدنا هارون إنه يردهم عن الضلال لكنه ما قدرش عليهم، وقالوا هنفضل نعبد العجل لحد ما يرجع سيدنا موسى، اللي لما رجع ولقى اللي عملته بني إسرائيل غضب جدا وحرق العجل وتوعد السامري بغضب ربنا عليه. بعدها دعا سيدنا موسى عليه السلام مجموعة من بني إسرائيل للدخول الأرض المقدسة في فلسطين، لكنهم رفضوا بسبب جبنهم وخوفهم على حياتهم، وقالوا لسيدنا موسى: بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. حتى لما ربنا عفى عنهم ونزل عليهم المن والسلوى، قالوا لسيدنا موسى: لن نصبر على طعام واحد. بصراحة يعني حاجة في منتهى الغباء والكفر، يعني بعد كل المعجزات اللي حصلت قدام عينيهم برضه مصرين على الضلال. وده مش غريب عليهم لما تعرف وصف ربنا ليهم بأن قلوبهم كلها غل وأنانية وحقد، ملهمش كلمة ولا عهد ولا ميثاق، عندهم سوء أدب شديد مع الله، عجبا خلق الله، وبيخافوا على نفسهم وحياتهم جدا. فكان لازم نبي بصفات معينة عشان يقدر يسيطر عليهم ويعلمنا إزاي نتعامل مع أحفادهم. ومن أهم الصفات دي سيدنا موسى عليه السلام كان عنده تقل في اللسان وبعض الكلام مش بيبقى واضح، فدعا ربنا وقال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وسبحان الله عشان ربنا يثبته ويديله ثقة أكبر اختصه بأنه يبقى كليم الله، وكأنها رسالة بتقول له ما تخافش تتكلم مع البشر لأنك كلمت رب البشر. وده خلاه بكل عظمة يقف قصاد غطرسة فرعون وغباء بني إسرائيل. سيدنا موسى كان قوي جدا جسديا، فمثلا لما استغاث رجل من بني إسرائيل كان بيتخانق مع واحد من قوم فرعون بسيدنا موسى، سيدنا موسى ضرب الشخص ده ضربة واحدة بقبضة إيده موتته. عشان كده بني إسرائيل كانوا بيخافوا من سيدنا موسى جدا لأنه قوي، وعموما اليهود ما بيخافوش غير من القوي. لما سيدنا موسى راح جبل الطور وبني إسرائيل عبدت العجل، سيدنا هارون حب يكون سياسي معاهم، وكان حجته إنه خايف لما سيدنا موسى يرجع يقول له إنه فرق بين بني إسرائيل لو نهاهم عن عبادة العجل. لكن سيدنا موسى لما رجع ولقاهم بيعبدوا العجل تعامل معاهم بعنف شديد. وخليك متأكد إن السياسة مع اليهود مش معناها إنك تخضع لطلباتهم، بالعكس لازم تثبت على مبادئك وما تستهونش في طلب حقك مهما طال الزمان. وفي نهاية حلقتنا نتمنى تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي اتقالت في الحلقة، ومستنيينكم في حلقة جديدة من برنامج استشارة في الإدارة.